السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل معاكم بسكوت الشوكة. يلا يا حبايبي نشوف هنعمله ازاي مع بعض. ادي يا حبايبي عبارة عن 125 زبدة بمعدل نص مج، ونص كوباية زيت ذرة او زيت عباد الشمس. ماشي يا حبايبي. نحط بقى الخليط كده، معانا بضاية، وهنحط شوية قصنص حليب وفانيليا عشان البيض، ومعلقة عصير اللي انا قايلكوا عليه في الفيديو، البرتقال بقشر البرتقال، ونص كوب سكر. هنروح نرفع الخليط ده في العجان، اضربه وارجع لكم تاني. كده بعد ما ضربناه بقى كريمي بالشكل ده. كده هنحط نص معلقة بيكنج باودر، كوب نشا، وهنحط كوبايتين ونص دقيق بنفس المعيار ده. دي كوباية. كده احنا حطينا كوباية نشا وحطينا كوباية دقيق، وادي الكوباية التانية الدقيق، وادي النص كوباية، يبقى كوبايتين ونص دقيق. هنروح نشغل عليهم العجان وارجع لكم. كده بعد ما ضربناه يا حبايبي كده هناخد نصها. هتعرفوا دلوقتي هناخد نصها ايه. نخلي النص ابيض. معانا هنا معلقتين كاكاو، حاطين لهم معلقه زيت عشان خاطر ما العجينه ما تنشفش. وهناخد نص العجينه دي، نص العجينه بالظبط هناخدها عشان نعمل جزء بالشوكولاته وجزء ابيض. كده بنعمل العجينه اللي هي بالشوكولاته. طبعا احنا خدنا نص العجينه وحطينا معلقتين كاكاو ومعلقه زيت عشان العجينه ما تنشفش. كده بعد ما عجناها ببعضها كده هنبدا. حطينا كيس مشمع، وهنحط منه الايه بقيته. هنبدا نفردها بقى مع بعض. ايه فايده الكيس ده بقى؟ بيخليها طبعا مش سويه، يعني تشقق من الجناب بس. كده بعد ما فردناها نبدا نعملها بالشوكه كده الطريقه دي، تدينا رسمه جميله جدا. هنبدا نقطعها كده. تبدأ نشيلها كده. طبعا احنا شلنا الزيادات هنروح نحطها في الصاج. كده بعد ما خلصناه يا حبايبي بالشوكة هندخله الفرن على 150. هنروح نعمل ابو شوكولاتة نفس الاسطمبة اللي احنا عاملينها دي، وهنرجع نسويهم ونوريهم. كده بعد ما خلصنا بسكوت الشوكة يا حبايبي وسويناه بالشكل ده، طبعا احنا هنجيبه كده واحدة على واحدة، وهنحشيه شوكولاتة، سياحين شوكولاتة هنحشيه بيها بالطريقة دي. كده بعد ما حشيناه، طبعا انا مسيحه الشوكولاته، ممكن نخليها كلها بيضه كده بالطريقه دي، هي كده هتمسك في بعضها. وممكن نعمل ايه ابيض في شوكولاته بالشكل ده. ممكن بقى تحشي مربى، تحشي جناش، تحشي شوكولاته بيضه، عادي يعني اي حاجه شغاله. كده حبايبي بعد ما خلصنا بسكوت الشوكة بقى بالجمال ده. طبعا جربوه مش هتندموا، هيعجبكم جدا. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسوناش في اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.